هلا بنات، صباح الخير صباح العافية. جيت وياكم قبل تريقت وكملت حضرت غراض الكبسة. هذا التمن البسمتي، طبعا استخدم تمن محمود، رز محمود. وعندي صدر دجاج، راح اخلي عليه شوية ليمون على مود الزفرة. عندي بصل وعندي فلفل وعندي طماطة. طبعا هاي السوالف كلها راح اثرمها ناعم هذولي. راح اسوي كبسة مال صدر دجاج، طبعا بعد البهارات، وبعد احس ناقص شي ما يعني ما محضرته، بس ما دا اتذكره صراحة. اريد اتذكر شنو ناقصني، ما دا اتذكر. يلا هسه من خلال الطبخة من ابلش اطبخ، اذا ناسي شي اتذكر. بعد طبعا اطلع البهارات اجهزها على مود ابلش بالطبخة. طبعا هذا التمن راح انقعه، راح ابدي اثرم هذولي المواد. يلا خلوكم وياي تابعوا اول باول. خلولي لايك واشتركوا بالقناة، احبكم حبيباتي. راح ابلش احضر البصل. الكاميرا تتحرك مو الستاند عندي دا يتحرك. يلا ما يخالف، حملوني لو تشوفون شلون مثبتته يعني. يمكن راح اخلص ثرم وارجع لكم، لان الستاند عندي دا يتحرك مو ثابت. طبعا اثرم كله ناعم بنات، يعني مو ناعم كلش يعني. هاي شوفوا هذا الحد. راح اثرم البصل واثرم الفلفل والطماطة. يلا تابعونا، راح اثرمهن وارجع لكم، لانه ستاند يتحرك وراح تدوخون بالتصوير. شنو مامي؟ شنو حياتي؟ شنو يا امي؟ ماما تسوي ليش عم نم؟ تاكلين فلفل؟ طبعا لولو اخذت فلفلاية نقرت تاكل، هي ما تاكلها بس هيجي. طلعت لها تفاحة. وين تفاحتك؟ تفاحة مو هاي فلفلاية. تفاحتك وينها؟ يعني اني طلعت لها تفاحة، هي سوت لبتها تاكل فلفل. احسن شي واحد بنات يعني يقعد يكمل طبخته، حتى لو ما اطبخها هسه، بس احضر يعني كل شي، يعني الثرم هاي الشغلات، غسلت الدجاج. انا مود شنو واحدة يسبب بعيونك حبيبي. انا مود شنو من يعني من اجي اطبخ وهاي يعني قبل كل شي حاضر. لا هذا مين كان ماما حار. ها شوفني هاي فلفلة. طبعا هذا الدجاج اني اعصر له ليمون بنات على مود ما يبقى زفرة. اوكي من اطبخه. الدجاج كلش اتحسس اذا كان زفر، يعني مستحيل اكله بنات. مرات يعني الدجاج من اجيبه صدر ولا الدجاج الكاملة، يعني صراحة مرات يجي بيه زفارية مو طبيعية. يعني ايش قد اني اخلي بهارات ورق غار ومبصرة، يعني اخلي كل شي بصل هواية، بس بنات هي اقعدي، هي طبيعة الدجاج يجي زفر ما اعرف. طبعا من التخزين من ينقد يعني شلون اقول لكم، يجمد يرد يموع. وطبعا تعرفون بالعراق ذني اللحوم وهاي السوالف من وراء الكهرباء تطفى وتجي وتجميد ويموع، طبعا من التخزين يصير. انزلي با عيونها تصحبيها بالبصل. انزلي يا عيونك، انزلي. قامت تدمع. روحي جيبي لي مالتك اللعابة بالغرفة. يلا جيبي ايباد لما اشغل لك بيبي. هسه تقولون هاي القثر انتي بصل. بنات شوفوا الكبسة اني اثرم لها هواية بصل. هذا البصل كله حيموع ترى من تجون تحمسوه، يعني كله يذبل.
بس شنو بناتي الطعم مو طبيعي. بعدين لا تنسون حينحمس ويا الدجاج. يعني انا دجاج قلت لكم يعني احط له هواي هاي السوالف. انا مو تخاف بيه زفره زايده شي كله يروح، عرفتوا؟ بهاي السوالف نحطها احنا. هسه هاي هذا كميه البصل اللي انا راح اخليها. تعي هنا، تعي هنا اقعدي، تعي شغلش بيبي. موبايل بللته ما يشتغل، ترسته رطوبه. يعني ما اقدر اشغل لها شي، ويمكن حقوق مال اليوتيوب ما يصير اطلع اغنيه او شي. هاجتي طلعي، يلا طلعي بيبي. شوفوا هاي تقعد يمي كل ما اشتغل وش اسمه تقعد يمي وتلعب. لو بالغراض اللي يشتغل بيها لو هي بالموبايل. اسلموا الفلفل. حبيباتي اشتركوا بقناتي امانه. تدرون انتو اني كل ما يجوني مشتركين دا يعني يصير عندي واهس اصور كل شي. بنات اني هم يعني مرات اطلع شي بس ما دا اصور لكم برا، لانه ما اشوف عندي في التفاعل مثلا على الفيديوهات، في التفاعل على الصفحه مالتي. يعني همينه اذا انتو تصيرون وياي مثلا تشجعوني تقولوا لي نزلينا تحبون فيديوهاتي، اني اقوم اصور لكم كل شي بنات. كل شي تحبوه اصور لكم. روتين مال تنظيف تريدون كتبوا لي، بس ما اشوف منكم تعليقات. يعني 3000 وشويه مشتركين بنات. يعني هسه لو مثلا فد 10 تعليقات منهم صح يا ماما صح، لو فد 10 تعليقات تسوي تحفيز. كتبوا لي منين متابعيني انتم، من يا محافظه بالعراق، مثلا من يا دولة. عندي من دول. دي مرة واحدة علقت لي من تونس، من المغرب، تحياتي لكم، من الأردن، السعودية، كل دول العالم تحياتي لكم. وتنورون قناتي، تنورون حبايب انتم. هسه تقولون هاي الفيديو مالتها كله بس تثرم. يلا خلوكم وياي، خلي اخلص ثرم. راح اثرم الطماطة همين بنات، وهاي اخلص وارجع لكم. شوفوا حبيباتي طبعا كملت ثرم، جهزت كل شي. راح اروح اشوف شنو عندي بالبيت، الملم بالبيت اخلص. راح واصلي طبعا اذن صلاة العصر. راح اكمل كل شي، بعدين من ابلش اطبخ بيها راح افتح الكاميرا. اوكي عندي شوية تنظيفات راح اخلصن على السريع. لو اشارككم بيها لو لا، خلوكم وياي تابعوني واصلي وارجع نطبخ. طبعا ما شاء الله مطرت الدنيا، يعني الصبحية كلها مطار. واني طبعا هنا أنا اريد اغسل الطرمة وياكم بنات. تعرفون من تمطر باعوا الطين يصير، التراب يصير، ينزل من السطح، كله يصير هنا. اغسل هاي الطرمة واغسل الباب، وشوية تنظيفة خفيفة للهول مالتي للصالة. شوفوا حبيباتي شوية كنسة خفيفة يرادله، وحتى نروح نصلي ونرجع نكمل الطبخة مالتنا. شوفوا لولو طبعا الإضاءة جوا لأنه مطفية الأضوية يا بنات. شوفوا هذا الطين كله ينزل من فوق السطح، كله ينزل من فوق السطح. الطرمة مالتي صغيرة يمكن مترة يعني مالتها العرض. هو البيت كله 50 متر بنات. يلا خلوكم يعني. ودي الكارتون لا تلعبي بكيفك. بنات احنا صيف شتاء نلعب بالماء، نلعب.
طين طين كلش هواية. يعني من دون الناس دا اغسل بالطرمة لان هو الجو اصلا مغيم ومسطر. بنات يعني احنا الكنس ما شاء الله باليوم يعني مو مرة حبيباتي، الكنس باليوم لا مرة لا مرتين ما ينعدون على الاصابع. خلوني اشغل الصوبة لانه صارت كلش باردة. خلونا نشغلها. لا شوفوا اني انظف وبنتي شو تسوي؟ تجيب الغراض وتخربط وتوسخ. طبعا هذا الشي تعودت عليه اني، لانه نفس اللحظة اللي اني انظف بيها هي توسخ بيها. يعني مو تقولون مثلا فترة هسه على الاقل لو تفوت فد الوقت يعني شوية يفوت ماكو، نفس اللحظة. تعالي شوفوا جابت مكعبات. شوفوا انا اصور لكم بعدني هسه مبلشة. شفتوا هاي شغلت حبيباتي الصوبة. خلوه اخلص كنس حتى نروح نصلي قلت لكم ونرجع كمل الطبخة. يلا تابعونا حبايب. قومي هناك وديها. شوفوا انطشرت هنا بعدني رحت نسيتها. حبيباتي كملت كنس. هاي بنتي دا تلعب طشرتهن. الحمد لله انه اني ما حد يجيني هيجي فجأة، لا حد يجيني فجأة ويا هاي الهوسة. كانوا يقولون هاي قاعدة وكل شي ما تسوي، لا تشتغل لا تنظف لا ما ادري شنو، ما يدرون بالقهر يعني مال الاطفال. ناس ما تعرفوا بهذا الشي. طبعا اعذروني شوية على التصوير يمكن مو كلش واضح بنات، لانه بس هذا القلوب واحد مشغلة اني. يلا خلوكم وياي. سمع الله لمن حمده.
تلعبين؟ خبرتي علي يعني أصلي؟ خليتي مكعبات أسدد عليها؟ ها؟ أوف أوف البنات اللي صلن وياي. أوف البنات. يلا بنات خلصنا صلاة الحمد لله. نبلش نطبخ الكبسة مالتنا. البهارات حضرت اشكال بهارات، هاي بهارات. هسه راح تشوفون شنو اضيف. بنات هاي طريقتي. لا طشت الهيل لولو طبعا. خليني ما ارجع لكم. طبعا ورا ما لميت شو اسمه الهيل طشت اللونه. ورا ما لميت الهيل راح اخلي بنات البصل والفلفل راح اخليهم سوية حبيباتي. اوكي تقولون كيف خليتي؟ لا بنات كله حيدبل. هذا كله حيدبل يا حبايب. هاي الكمية كلها راح تدبل. ورا ما تكمل طبعا راح ورا ما ينحمسون زين راح ادب الدجاج. اوكي يعني مو كل شيء ينحمسون يلا ادب الدجاج. هسه شويه بس تدبل ادب على مود وياه كله يحمص ويا الدجاج. حتى ثوم اذا تريدون تخلون صحاح بنات او تخلون هذا المطحون. انا بصراحه دا استخدم هذا يعني الثوم. راح اخلي ورق غار وراح اخلي بهارات مندي بنات. بهارات مندي او بهارات كبسه عادي. وبهارات كبسه المفروض اخلي. انا اسوي كبسه بس هو ترى نفس الشيء الكبسه والمندي يعني الكبسه والمندي. وهذا الورق غار لازم يعني اخلي اني. وبعد شنو بنات 7 بهارات ودارسين وهيل مطحون. فلفل اسود هيل مطحون. انا استخدم هاي الشركة كلش طيب مالتها البهارات. هذا الهيل مالتهم. وهذا الفلفل الاسود راح اخليه. وراح اخلي دارسين. طبعا البهارات الملوية همين كلش طيبة يعني من كل النواحي. بهارات كبة بهارات برياني مال الملوية طيبة. وهاي النوعية همين طيبة اسمها امير. وايد خلون من كل شي شوية بنات يعني من كل شوية من كل بهار تخلون شوية. شوفوا كركم هم اخلي. كركم هم شوية اخلي. هاي بهارات يعني مشكل انا خاصتهم همين اخلي. اوكي عشان بدكم كمون. كمون شوية اخلي ما اكثر من الكمون بنات. ما اخلي هواي. ومعجون اخلي. معجون اخلي خاشوقة اكل بس هي حصر صفرة. اوكي الكبسة بس شوية يصير لون حمار. هسه بنات شوية ذبل عندي البصل. راح اذب عندي الدجاج. صدر دجاج طبعا قلت لكم انا عاصرة عليه ليمون بنات على مود شنو ما يظل بيه زفار. هسه حتى ريحته ليمون صايرة. راح احمسه ويا البصل والفلفل. هذا كيلو انا استخدمت وتمن هم كيلو صدر وكيلو تمن. اوكي حبايب هذه الكمية اللي انتو حسب العائلة يعني مالتكم الكمية اللي انتو تريدوها تخلون. طبعا هسه ما ذبت طماطة. شوفوا بنات انا ترى ما راح اذب الطماطة. راح اغطيهم شوية البصل والفلفل والدجاج
بس شوية يذبل أكثر بعد حتى أخلي البهارات. ورا ما يذبل كله وهذا الدجاج تحسوه يعني استوى. بعدين راح أذب المعجون والبهارات وكامل وأذب له مي وأغطيه وشوية يستوي ويا المي، بعدين أذب التمن. التمن أنا منقعته وجاهز. يلا خليكم وياي. بنات بهاي الأثناء راح أخلي البهارات. طبعا شوفوا التمن منقعته وهاي الطماطة. قلت لكم الطماطة بنات آخر شي تخلوها، آخر شي تخلون الطماطة. يلا خليكم وياي نخلي البهارات. أول شغلة راح أخلي حبيباتي 7 بهارات رشة. راح أخلي هاي طبعا قلت لكم خطة مع البهارات أنا مسويتها. خلنا أخلي شوية رشة. راح أخلي كمون. لين أشوف من أخلي البهارات. اوكي. شنو عندنا بنات؟ دارسين همينة رشة. شوية أكثر. فلفل أسود. طشت فلفل أسود، طشت يعني تقريبا طشوقة أكل كاملة. يعني خلي نحب بيها حرارة. الهيل المطحون بنات، هيل مطحون. طشوقة بس لا مليانة كلش، يعني هو الهيل الأساسي بيها. ورق الغار راح أخلي وحدة 4 ورقايات خليت. راح أخلي كركم. خاشوقة هم على الأكل. راح أخلي الريحة بدت الريحة. هذا الثوم المطحون حبيباتي. مرشة عينكم ميزانكم يعني على قد الدجاج ترشون الثوم المطحون. راح أخلي بهارات مال مندي همينة رشة. بنات مو مبصرة، قبل شوي نسيت أقول لكم ترى مو مبصرة هم تخلون ضروري، وتخلوها مطحونة بنات أفضل من ما تخلون الأصحاح مطحونة. قد ما تخلون مبصرة ما تأثر لأنه طيبة. خاشوقة معجون. خلي بعد شوية معجون. خاشوقة ومس خليه. هسه بنات راح أسوي أني راح أخلط كل المواد اللي ذبيتها. الريحة والله العظيم تجنن الريحة بنات، يعني تجنن مو شوية، وايد كلش طيبة. بس انتو تعالوا شوفوا المنظر وحكموا. طبعا بعد ما خلطته زين هسه راح ارجع اخلطه واذب الطماطة. شوفوا بنات، شوفوا بس شوفوا الريحة بنات تجنن. انتو خلوا من كل شي شوية البهارات، من كل شي عندكم. اهم شي بهاي الاكلة تخلون الدارسين والهيل وكله مهم، كل البهارات مهمة. بالنسبة لي كل شي خلي. هسه راح يحمس، راح اذب الطماطة اللي ترمتها بنات، وراح اخلي الملح وراح اخلي مي. هسه حسويلكم ايش قد اخلي مي واغطيه حتى يستوي سوا. الفيديو حيصير طويل عليكم فاني راح اسد الكاميرا وارجع لكم. بنات بعد ما لبيت الطماطة شوفوا بنات، اخر شي قلت لكم تذبوها. ليش اخر شي؟ اذا ذبيتوها بالبداية حتذب ميها وما راح يحمس الدجاج.
بس راح يحمس الدجاج ياخذ راحته بالزيت ويا ذول التوابل. بعدين تذبون الطماطة. هسه الطماطة قامت تذب مي، شوفوا هسه ورا ما خلينا الطماطة وحمس زين. شوفوا اللجعة. يعني هسه نخلي بس هذا القدر من المي. شوفوا بنات، بس راح اغطيها لحد ما يستوي الدجاج عندنا. طبعا خليت الملح هم، بعدين انتم تذوقون من تذبون التمر، تذوقون المي مالتها اذا ملحه زين. بس هذا القدر من المي خليت. مو عبالكم اطبخ بيه التمن بس هذا، طبعا هو حيبقى منه مي، بس هم راح اخلي ويا التمن منقعته بمي، هم راح اذب المي مالته وياه. تعرفون انتو قياس المي مال التمن نفسه. شوفوا بنات هسه ايش راح اسوي يعني، راح اغطي الجدر على مود يستوي الدجاج، باعتبار دا نسلق الدجاج يستوي، بعدين اذب التمن فوقه. جربوها كلش طيبة بشكل مو طبيعي. يلا خلوكم وياي. طريقة كبسة الدجاج بنات راح تنزل عندي بالصفحة، اشتركوا بقناتي حتى تشوفوها اول باول. طريقة كبسة الدجاج، اشتركوا بقناتي وتابعوا. راح اغسل هذين البنات المواعين اللي سويناهم مع الكبسة. ارجع لكم حبايبي اصفي المطبخ. طبعا ما عندنا شي. بنات ذبيت التمن مثل ما تشوفون. راح اساوي، اذا شفتوا مية زايد تقدرون تشيلون من عنده تقللون. اني هاي ما راح اشيل منه لان المي كلش راح تشوفوا هذا قدر المي. تمام. بنات الريحة ما تجيكم، بس تنشف بعدها هدرها. هاي بنات، هاي اني اخلي اخر شي من اصبها ارش فوقها. هذا كلش كافي. اني اخلي الفستق بيهم يخلون جوز، بيهم يخلون لوز، بس اني احب الفستق كلش طيب يطلع. احمسه بالزيت وبعدين من اصب ارشه فوقه. راح اثرم الزلاطه بنات. طبعا الكبسه اللي تتهدر شوفوها على التهدير. راح اسوي بس خس وطماطه. خلي شويه يجوز اثرم راس بطاطيهم. اشوفكم الكبسة الان اني ما قلبتها بنات حبيباتي، ما قلبتها اني. اخر شي اقلبها. شوفون نشف المي، شوف التمناية تخبل. قلت لكم ما قلبتها، فارت وعفتها ما لعبت بيها اصلا. اخر شي تستوي وبعدين اقلبها. بنات خلصت ترى من الزبدة. حاصل ليمون وخلي ملح. ان شاء الله مع المي اللي بيه هذا الليمون. يلا نخلي الملح نخبطها ونرجع على الكبسة. بنات شوفوا الكبسة شلون صارت، الريحة تجنن والدجاج شلون مستوي. ان شاء الله الف صحة وعافية علينا وعليكم. جربوها بنات. طبعا استخدم تمن محمود، قلت لكم كلش يعني حبايته تخبل.
شوف الحباية. حبيباتي احبكم كلش هواي. باي باي.